قبل ما يبدا الشغل تفكر هترحب بيه ازاي قبل ما يجي. ابعت له ايميل، ابعت له ويلكم ايميل مثلا، وفي الويلكم ايميل دوت مثلا ابعت له اللينك بتاع البوليسي وكل المعلومات اللي هو محتاجها. قبل ما يجي اقول له يعمل ايه؟ طيب اقول له هيروح فين، هيركن العربيه فين، مكتبه فين بالظبط، هيكلم مين لما يجي الشركه، اقلل المجهول جدا. كل ده قبل ما يجي الشغل. الاجازات، الحقوق بتاعته تبقى واضحه وابلغه بيها واطمنه عليها. برضه من ضمن الحاجات اللي هو محتاج يعرفها، هنقيمه ازاي، ايه الكي بي ايز بتاعته، ايه اللي هيحصل في اول يوم. طب انت عايز الجديد ده يكون زي القديم بالظبط صح؟ هتعملها ازاي؟ لازم تخليه يذاكر تاريخ الشركه كلها، يذاكر سابقه الاعمال كانه فتح معاك الشركه، يعرف الميزه التنافسيه بتاعتكم، لازم يبقى عارف العملاء اللي اشتغلنا معاهم نجحنا في ايه قبل كده، الحاجات اللي احنا فخورين بيها. اعمل اسئله مشهوره واجابتها. يعني معظم الناس اللي شغاله معاك كانوا بيسالوا اسئله، تجمع كل الاسئله ديت واجابتها واقراها. خد اقرا الملف ده، كل الاسئله مشهوره واجابتها، فهيلاقي اجابات اسئلته موجوده في الملف. لازم طبعا يبقى عارف رساله الفريق ايه، الميشن، الفيجن، الدريس كود. لو انت عامل دريس كود ما تستناهوش يغلط اول يوم ويجي بلبس مختلف عن زمايله. كل ده قبل ما يجي الشغل، قبل ما يجي الشغل. ما تخليش حاجه مجهوله، ما تخلوش يجي يلف. عرفه يجي ازاي، ابعت له لوكيشن الشركه. لو عندك تيبس معينه ازاي يتفادى الزحمه وازاي يوصل بسرعه الشركه ما يجيش متاخر اول يوم، قولها له. كل الحاجات دي هتخليه تحس ان انت رايح شركه مختلفه. كل حاجه واضحه، كل حاجه محدده جدا.